السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو خيرتك ما بين بطريق وإزاز وأيا كان ده إيه، وقلت لك اختار ما بينهم، هتختار إيه؟ لو إجابتك هي البطريق يبقى أنت من مجموعة لينكس، ولينكس ده نظام تشغيل زيه زي ويندوز وماك عادي، بس الفرق إنه أوبن سورس، يعني أي واحد ممكن ياخد الكيرنل بتاعته أو الأساس ويحط عليه اللي هو عايزه ويطلع لك حاجة اسمها توزيعة، وتوزيعات لينكس كتيرة، منها السهل واللي فعلا شبه ويندوز وماك زي اوبونتو ومنتو وزورين، ومنهم اللي شبه مش حاطط لك حاجة فوق لينكس زي ارش لينكس. يعني لو اوبونتو ده ايفون يبقى الارش لينكس هو الدايناميك ايلاند لوحدها. وفايدة الحاجات دي انك ممكن تخصصها زي ما انت عايز، بس صعبة جدا في التنزيل لو انت مبتدئ زي حالتي. وفي الفيديو ده ان شاء الله هحاول انزل ارش لينكس وهخصصه، وهنشوف ان شاء الله في الاخر شكله طلع معانا ازاي. وعشان نزيد صعوبة التحدي هنزله على ماك اللي هو اصلا مش مدعوم على ارش لينكس. بس قبل ما ابتدي كنت عايز اقول ان احنا قربنا جدا على 100,000 مشترك، مش فاضل بس غير 98,000 مشترك، فلو سمحت اضغط على سبسكرايب عشان مش فاضل لنا حاجه، خلاص قربنا. وعايز اقول لك ان لو كل واحد بيتفرج على القناه داس اشتراك برضه مش هنوصل 100,000، بس يعني وماشي. يلا بينا ننزل ارش لينكس. وحاجه ما قلتهاش هي ان انا بني ادم كسول جدا، فاللي انا عملته ان انا لقيت على الفيرتشوال ماشين بتاعتي ان هو ارش لينكس متجهز اصلا تقريبا، وانا الاول ان شاء الله هنزله على الفيرتشوال ماشين عشان انا شفت واحد بينزله ولقيته بوظ الاس اس دي بتاعته كلها. فتعالوا نجرب. يلا بسم الله. هو اشتغل ماشي وبديني كلام كتير قوي. اوكي 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 لوجن. ثانيه، كان قال لي باسورد روت. روت ايه ده؟ هو كده ثانية كده، هو كده بتاع تنزل بجد؟ ما اعرفش ولا عملت ايه. يلا بينا حبيبنا جيميناي. did I install arch linux؟ تعالوا نشوف ايه ده. ثانية. you successfully booted into an arch linux installation. يعني ثانية، يعني انا كده نزلته؟ لا بجد انا كده نزلته. بيقولوا الحاجات دي صعبة ليه؟ انتوا معاكوا الاي تي اهو. انا اصلا جبت بتاع جاهز، متهيألي بتاعنا فيه 2 جيجا رام، فتعال نشوف هل هو ارش لينكس يعرف يشتغل على 2 جيجا رام ولا لا. ودلوقتي انا رسميا ممكن اقول I use Arch by the way. بعدين انا بكره لما حد يقول لي البتاع دي، ما تستعمل ابو اللي انت عايز تستعمله يا عم، انت هتيجي توجع دماغنا. ماشي دلوقتي اعمل ايه برضه مش فاهم. ممكن اكتب ايكو I am very cool. I am very cool. لا ما تقوليش ان انا كده بجد شغلت البتاع. طب يلا بينا نخلص الفيديو كده يا جماعه، اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. لا بس تعالى نسال جيميناي. Now what؟ يعني ايه يعني اكيد كده اكيد يعني كده ما خلصناش. Now that you are logged in as the root user you have a completely blank canvas. Arch Linux does not come with a desktop environment. يعني ما فيهوش الشاشات والكلام ما فيش مين محتاج شاشات اصلا. باكمان اس يو. ماشي يلا بينا باكمان اس يو. ثاني، هو توصل بالنت بتاعي يا جماعه؟ انا عارف الناس هتقول لي، في ناس هتقول لي انت كده ما نزلتوش بجد، بس انا ما كنتش عارف ان يعني انا هنزله في اقل من 30 ثانيه، بس ماشي. replace vi with extra dash xvi compat. يلا يس، ما اعرفش ايه ده اصلا. ده ليه 440 ميجا؟ ليه يس ولا نو؟ خلاص بقى ايه، اضيع 400 ميجا عشان بطريق. وانا ان شاء الله في الفيديو ده هحاول افهم هي ليه الناس بتحب يعني ارش. انا ما عنديش مشكله مع لينكس، انا استعملته قبل كده، بس ليه البتاع ده؟ وعلى بال ما يحمل تعالوا نشوف بيستعمل قد ايه من الميموري وكده. يا نهار ابيض، ده بيستعمل حوالي 600 ميجا بس. لا بس بصراحه ده شيء مبهر بصراحه، يعني ده او بي اس بيستعمل اكتر منه. ده الفايندر بتاع ماك او اس لوحده بيستعمل نص البتاع ده، فيعني هو حاجه حلوه بصراحه. ماشي. انا ما اعرفش ايه كل ده، انا تقريبا نزلت السلم والتعبان بالغلط ولا مش فاهم ايه ده. تعالوا نجرب نقرا. فايل 5.48 لسه 99، لسه 100 من 172. النت بتاعي هيزعل مني قوي على فكره. ايه ده؟ not enough free disk space. لا بقى، لا بقى. errors occurred when packages were upgraded. مش انا نزلت نسخه ال ARM اللي هي نفس نسخه الماك اللي معايا المفروض يعني، واكتشفنا ان احنا جبنا نسخه قديمه من ارش لينكس من 2022. بص انا تعبت البتاع ده، انا اصلا مش عارف، حاسس ان انا مش عايز اكمل الفيديو، بس هضطر يعني. للاسف ما نزلتش ارش لينكس في 30 ثانيه زي ما كنت فاكر. اوكي شكله كده يو تي ام ده نصب عليا وهضطر انزله، بس ثانيه اكيد يعني اكيد في طريقه، اصلا مش قادر اعمل كل ده بصراحه يعني. ماشي، رحت على ريدت لقيت كلام مثقفين كده، وانا للاسف مش فاهم حاجه من اللي بيقولوا، فشكلي هروح على موقع ارش لينكس وانزل البتاع. بعد مثلا هما 3 دقايق بس، بعد وقت كتير قوي لقيت الاي اس او دي. مشكلة ان انا عايز انزل ارش لينكس على الاي ار ام عشان انا على ماك، مش على ويندوز للاسف يعني. بس لو انا اتهكرت الومها عليكم عشان انتوا اللي قلتوا لي في الكومنتس اشغل البتاع ده. مش فاهم انا ليه ما جربتش اوبونتو وخلاص وعملت لكم فيديو واو بصوا اوبونتو السلام عليكم. ماشي انا نزلت البتاع. انا هعمل زي ما انا عملت في ويندوز 7 اللي هو فاهم، اعمل فيرتشوال ماشين جديده فيرتشواليز لينكس 4000. ماشي 4 جيجا اظن كتير عليه صح. كونتينيو هو ده كونتينيو.
64 ده حاسه كتير يعني، ده مع 32 ثانية. ايه ده، هو انا الماك بتاعي فيه 31 جيجا؟ يا نهار ابيض، طب هو ايه اللي واخد كل المساحة دي؟ ماشي بقى 44، بس برضه محتاج زيادة. انتوا عارفين ايه اللي في الاخر طلع مخلص المساحة؟ اخويا الصغير مصور فيديو روبلوكس 11 جيجا، 11 جيجا. بس المهم ان احنا بس 32 جيجا كفاية. كونتينيو ارش لينكس ماشي كويس. يلا بسم الله، يا رب يشتغل يا رب يشتغل. اوه ادانا شاشة، الحمد لله. ما اعرفش انا كده عملت صح ولا غلط، بس المهم ان ادانا شاشة، ده حاجة كويسة. لوجن اون بي تي ماشي، على الاقل كلام كبير. انجلش يو اس، ايوه انا عايز انجليزي. بس هو ليه شكله كده؟ اوكي 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 اوكي. مش فاهم اصلا حاجة هو بيقول ايه. ايه ده، هو ابن الذين عارف ازاي مكاني؟ افريقيا ده اشكاله يا ابن الذين. اوكي اوكي. وهعمل ايه؟ اوكي اوكي. هيشيل كل البتاع ده. انا رأيي رسلته من منيو. اوه انا كده زدت اشترك ثانية تقريبا. ايكو اي ام ستيوبid. يس نزلت الشينكس. دلوقتي محتاج انزل ديسكتوب انفايرمنت. اي فاينالي انستول الشينكس. وات تو دو منز. ماشي دلوقتي بحاول احط يوزر جديد سلاش بن سلاش باش عمر النجار 2. ما اعرفش انا عملت ايه بصراحة، بس ماشي. باش دبليو عمر النجار 2. وانا عملتش اليوزر اصلا. ماشي. يوزر اد ان اد جي وي اد اس. وانا شكلي ما نزلتوش صح ولا ايه يا جماعه بقى؟ انا مش قادر بعمل كل القرف ده تاني بقى. مش اصلا اقفله وافتحها، هي الخدعه الشهيره مع حاجه حصلت غلط اقفله وافتحها يا باشا. رسالة من عمر في المستقبل: كل اللي انا عملته ده كان غلط، فاضطريت اعملها مرة تانية، واعصابي راحت، يعني اعصابي راحت في حتة تانية اصلا. انتوا عارفين في مثل كويس في الحياة بيقول لك لو البتاع باظت سيبك منها وروح هات واحدة غيرها. بس كده ديليت، هات لنا واحد تاني ونعمل نفس اللعبة اللي عملناها، يمكن تظبط ان شاء الله. 4 ماشي. كونتينيو ماشي يا جماعة. دي كده المحاولة رقم 3 في ان احنا ننزل البتاع ده. طب ايه فايدة نظام بيخليني اتعصب وانزل ده؟ ماشي انا كل ما اشوف شاشة حتى شاشة صغيرة بطمن، ما اعرفش ليه. اوكي انتر. اوكي 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 اوكي. ثانية. لانش ديسكتوب انفايرمنت. يا رب يا رب يا رب. اوكي ثانية اختار مين؟ انا عايز، مش فارق معايا لايت ويت. انا مديله ثانية جنوم. ايوه عارفها دي اللي كانت في اوبونتو متهيألي. اسال جيمناي كوزميك فيرسز جنوم فيرسز بلازما فيرسز. خلاص هختار جنوم ده اجربه. جنوم يا رب يا رب يشتغل. اوكي ولا يس كروميوم ولا فايرفوكس. يلا بينا. طيب يا جماعة دي المحاولة رقم 7 تقريبا، يعني معرفش، بس أنا حاولت كتير جدا ويعني بجد تعبت البتاع بجد. أول مرة أتعصب على نظام تشغيل، يعني أول مرة أشوف نظام تشغيل فعلا بيعصبك. يعني معرفش ليه أعمل في نفسي كده عشان أنزله. بس أنا سمعت إن في حد استنى 5 دقايق على بال ما يظهر، بس أنا مش هدوس على حاجة. أنا خايف أصلا يا جماعة. برضو المرة اللي فاتت ما اشتغلتش، بس الحمد لله نزلت بتاع اسمه جراب كده، بوت لودر اسمه جراب بدل التاني ده، ما اعرفش اسمه بصراحة. والمفروض يشتغل عشان طلع لي الشاشة دي. بس بجد انا تعبت قوي من تنزيل البتاع ده. انا اصلا يعني متقرف ان انا استعمله اصلا. بس يلا بسم الله. ماي هوست نيم لوجن روت. لوجن انكوركت لوجن انكوركت. انا تعبت. هسأل جيميناي قبل ما امسح الانستليشن واعملها تاني. بس يا جماعة ده اكتر فيديو تعبت عليه. هو ممكن يكون اقل مشاهدات عشان مش ممتع قوي، بس فاهم. لا فعلا من اكتر الفيديوهات اللي تعبت عليها. يعني ايه بيقول لي سيفتي فلترز وانا سالتك ان انا هسرق بنك يعني ولا ايه؟ مش فاهم يا عم. روت ما عملتش باسورد. لوجن انكوركت. يلا بقى نمسح الانستليشن تاني. بس على الاقل عرفت ازاي اعمله تقريبا. هي دي الخطوه اللي انا كسلت اعملها. كونفيجر سيستم روت باسورد روت. ماليش دعوه بقى. لو حصل حاجه المره دي انا يعني هي دي لحظه الحقيقه. نعمل فول سكرين عشان نشوف التجربه الكامله. وبصراحه الريزولوشن معاق، بس يا رب السيستم نفسه يبقى كويس. اوكي بيدينا بتاع فوق كده. ماي هوست نيم لوجن روت. اتخدعت كلكم. طلعت بعرف اشغل كمبيوترات. طب دلوقتي اعمل ايه برضه؟ بص المهم ان احنا نزلنا ارشنكس. ما بس كده عملت اللي عليا. لا بس بجد عايز انزل ديسكتوب انفايرمنت. افتح جيميناي، دي الحاجه الوحيده اللي انا فاتح فيها تقريبا. افتح جيميناي. Now I want Windows. اوكي بينج سي. انا هكتب اللي هو بيقوله، مش هسأل حتى ليفل يا عم. انا هكتب اللي هو بيقوله، لو ما اشتغلش هلوم على جيميناي. المهم بس اهلي ما يشوفوش الفيديو ده عشان اشوفوا الفيديو ده. انا بجد في يومين خلصت ربع الباقة ونص الباقة مثلا. البتاع خلص المفروض. يا رب تكون نزلنا جنوم، يا رب تكون نزلنا جنوم عشان تعبت. برضه هنقل جيميناي زي الأعمى عشان أنا مش عارف أي حاجة. دلوقتي بنزل سودو اللي هي بتاع المشهور. ما أنا برضه في ماك أو إس عندي سودو، يعني إيه يعني. يلا ريبوت. يا رب يا رب يا رب يا رب. يا نهار أبيض.
يا نهار الحمد لله بجد، طبعًا الحمد لله جدًا يعني، الحمد لله، الحمد لله يعني. عمر النجار 2 أوكي، يالّا full screen بقى. وكده نزّلنا Arch Linux ARM وإيه quality؟ لا ده معلش لازم نعدّل على quality settings display. إيه يا جماعة quality؟ هات لنا quality عدل يا ابني. أنا شاشتي نفس الresolution مش ده. هو ليه الريزولوشنات هنا معاقة أوي كده؟ عايز الresolution بتاع بني آدمين. ماشي هنجرّب الresolution ده. دلوقتي بقى عندنا Arch Linux. غريبة أنا الشاشة بتاعتي المفروض 100 هرتز بس ما أعرفش ليه في 60 بس أنا مش فارقة معايا المهم إنه اشتغل. دلوقتي بقى ممكن أفتح الterminal. إيه ده؟ ممكن أفتح هو فين السيرش في البتاع ده؟ يا جدعان إزاي أفتح الترمينال؟ أهو terminal console وممكن أكتب echo I use Arch by the way. شغّلنا لينكس براوزر فايرفوكس. أنزّل فايرفوكس واللي أنا ملاحظه إن النت سريع، ما أعرفش هو ليه علاقة بلينكس والّا لأ، بس النت سريع. دلوقتي بقى تعالَ نستكشف لينكس. أول حاجة هو أمانة كشكل يعني هو حلو بس الresolution الواطي بتاع الvirtual machine مش مدّي له حقّه أوي بصراحة يعني. بيفكّرني أوي بفيدورا ما أعرفش ليه. calculator basic وكمان GNOME ده ممكن تخصّصه زي ما أنت عايز، يعني ممكن تنزّل سيم macOS سيم Windows اللي أنت عايزه بقى. وفتحنا فايرفوكس ودلوقتي بقى عندنا فايرفوكس. بُص يعني ممكن بقى أفتح هو ليه Reddit محطوط في البتاع ده؟ حد يمشّي البتاع ده، امشي. ممكن بقى أفتح monkey type على لينكس. أنا جامد جدًا يا جماعة بُص، 129 هو لينكس خلّاني أكتب أسرع والّا إيه مش فاهم. وفي dark mode صح dark mode شكله أحسن. تعالَ نشوف shut down power off. ودلوقتي لو أنا عايز أتفرّج على اليوتيوب مش هاروح على جوجل واكتب يوتيوب، لا، لا يا حبيبي. افتح UTM دوس على الزرار ده، استنى لينكس يحمّل، دوس Arch Linux، اختار الuser name بتاعك، اكتب الباسورد، اكتب firefox، افتح firefox. بعدها بتدخل على firefox هتكتب يوتيوب. وكده بقى ممكن تتفرّج على يوتيوب. دي كده الطريقة الرسمية إنك تتفرّج على يوتيوب. لأ بس بجد هو نتكلم عن النظام هو كشكل حلو فعلًا، بس يعني ممكن تخصّصه زي ما أنت عايز، يعني ممكن أغيّر كل ده. بس هل أنا هاكمّل في لينكس؟ بصراحة أنا شايف يعني في macOS ما كانش في حاجة مزعلاني أوي يعني فاهم؟ مش شايف سبب لحد دلوقتي، يعني أنا مجالي أنا web developer المفروض يعني، فما فيش حاجة تقنعني أوي أنقل للينكس فاهم؟ وبس كده، كالعادة ما تنسوش تصلّوا على النبي، ولو عندك أي سؤال أو اقتراح لفيديو جديد اكتب لي تحت في الكومنتات ومش هارُد عليك، ولو ما عجبكش الفيديو ما تنساش تشيل اشتراكك وتعيد اللايك الجميل بتاعك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.